اول حاجه كده انتوا وحشتوني الفتره اللي فاتت كلها، لقيت تعليقات عايزين انستا الايفون للاندرويد، وانتوا عارفين ان ده مش مجاله كده، بس انتوا عشان واثقين فيا وبنزل لكم النسخ اللي بتقدروا تشتغلوا بيها واللي بتكون شبيهه للايفون برضو، فانا نزلت لكم النسخه بتاعت النهارده والشرح بتاع النهارده عشانكم انتوا مش عشان اي حاجه. وطبعا قبل اي حاجه انا بشكر اخواتي دول على تعليقاتهم الجميله دي. وانت صاحبي لو عايز تعليقك يظهر معانا الفيديو اللي جاي، انزل دلوقتي اعمل لايك واعمل تعليق. يا صاحبي شرح النهارده حسب طلبكم انتوا، فاتاكد ان انت عملت لايك للفيديو واشتركت في القناه، ويلا بينا على الشرح. في بداية الفيديو كده يا صاحبي انا عايزك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايز اقول لكم ده اكتر شرح اتطلب مني الفترة اللي فاتت، ناس كتير قوي قالت لنا نزل لنا انستا الايفون للاندرويد. نجيب لك انستا الايفون النهارده، اقول لك على المميزات اللي فيه، وطبعا زي ما انتم شايفين ان شاء الله الشرح اللي جاي هيكون عن تليجرام الايفون للاندرويد. فانا بقول لك لو انت جديد في القناة اتاكد ان انت مشترك في القناة وتضغط على الجرس كده تعمله الكل، بحيث كل ما انزل شرح جديد او اي ابلكيشن جديد يوصل لك اشعار. طبعا رجاله شرحنا النهارده هتلاقي الرابط بتاعه في الوصف، رابط الانستا دوت. بجد رجاله انا استخدمته بسم الله ما شاء الله، انستا الايفون بجد. وان شاء الله الفتره اللي جايه اعلمك ازاي تضيف ليه خطوط الايفون وايموجي الايفون، بس انت اشترك في القناه عشان يعني لما انزل الشرح يوصل لك اشعار. جينا نشوف المميزات مع بعض كده يا صاحبي. اول حاجه لو ضغطت هنا كده، طبعا هنا عندك الدارك لو انت عايز تعمل مثلا الدارك مود وكده. عندك مثلا هنا برضو الستينج. طبعا دي كل المميزات اللي موجوده في النسخه بتاعتنا. اول المميزات دي كلنا عارفينها مش محتاج ان انا اشرحها، اللي هي الخصوصيه بتاعه النسخه. تاني حاجه دي بقى صاحبي السمات بتاعه النسخه. تمام، مثلا كده هيتعمل معايا دارك، بقول لك اللي انت لازم تعمل ريستار للانستا، هتدخل هتلاقيه دارك معايا. طبعا الدارك ده ناس كتير قوي بتحتاجه، هتضغط هنا اهوت وتفعل دي كده. يا رجاله بص هتفعل الدارك هتلاقيه اتفعل معاك. ناس كتير قوي بتحب اللي هو اللون الغامق دوت. كل عليك نضغط على علامة الاعدادات تاني، ونيجي معايا هنا يا صاحبي عند السمات. عندك هنا برضو لو انت عايز تغير الخلفية ولا حاجة في المحادثات. عندك هنا لو انت عايز تضيف ايموجي الايفون للانستا، وطبعا ده اللي هنشتغل عليه الفترة اللي جاية. وعندك هنا لو عايز تضيف برضو خط الايفون مثلا للانستا ذات نفسه، وهنا لو انت عايز تضيف خط الايفون للستوري وكده. وطبعا دول اللي هنشتغل عليهم الفترة اللي جاية ان شاء الله، اعلمك ازاي تضيف خط الايفون وايموجي الايفون للستوري والانستا ذات نفسه. وطبعا يا صاحبي لو جينا على اعدادات، انت عندك بص اعدادات كتير قوي، يعني اهم حاجه اللي انا قلت لك عليهم ده النسخ الاحتياطي الاستعاده. لو انت مثلا كان عندك نسخ احتياطي قبل كده. هنا مثلا الاعدادات بتاعه الخصوصيه. لو جينا هنا مثلا رجاله في الرسائل، زي ما انتم شايفين ده شكل الرسائل، يعني برضو نفس الانستا التاني بس تحس اللي هو سريع معاك. هنا برضو بتقدر تحمل اي صوره او اي فيديو. بالنسبه للستوري برضو لو دخلت على اي ستوري وضغطت على العلامه دي كده زي ما انت شايف داونلود الستوري، بينزل معاك عادي جدا. واي صوره بقى اي فيديو ريلز اي حاجه بتقدر تنزلها من هنا زي ما انت شايف، بتضغط على السهم اللي بينزل ده بينزل معاك. يعني يا رجاله في مميزات بسم الله ما شاء الله. وطبعا انا كده شرحت لك بعض المميزات اللي في النسخه، لان ده اول شرح انا انزله على القناه وكده. وان شاء الله الشرح ده لو عجبكم انزل لكم ازاي تضيف ايموجي الايفون وازاي تضيف خط الايفون للانستا وللستوري. فكل اللي انا عايزه منك لو الشرح عجبك اعمل لايك وقول لي في تعليق نزل لنا شرح الايموجي والخط. ما تنساش بقى صاحبي تقدر اخوك بالاشتراك في القناه لو انت جديد. وسلام يا اخواتي، اشوفكم في شرح جديد.